يا جماعه اللي يعرفني يعرف ان انا بعشق القرايه طول حياتي. وانا صغيره ماما كانت لما بتديني مصروفي كنت بقعد احوش واروح اشتري كتاب من الزمالك. كان في دايما ناس قاعده في الزمالك كده بتوع كتب. تعالوا اوريكم، انا عند ماما دلوقتي، تعالوا اوريكم كميه الكتب اللي انا كنت شارياها بس سايباها عندها عشان في البيت بصراحه عندي مش عايزه كميه الكتب اللي ملهاش لازمه دي. بس بجد هوريكم بجد هي. بصوا كميه الكتب والنوت بوكس، يعني انتوا مش متخيلين. انا كنت ما بين كل يوم والتاني بجيب نوت بوك مختلفه وبروح اشتري كتاب. طبعا انا ما قريتهمش كلهم، اكيد قريت جزء منهم، ولكن بجد انا بحب القرايه جدا. ده غير بقى النوت بوكس اللي انا كاتبه فيها روايات. حرفيا انا كاتبه لحد دلوقتي روايتين او ثلاثه. بس طبعا كنت صغيره، الكلام ده في 2016 و2015. كنت صغيره وكنت بكتب حاجات على قدي قوي يعني. بس مبسوطه، حاسه ان انا عارفين رجعت بالذكريات. هو مش سنين، مش 20 سنه و30 سنه، بس حاسه ان انا كنت بعمل حاجه حلوه قوي قوي بجد. محترف، عيب ولا حرام، بين القصرين طبعا بتاعت نجيب محفوظ، قصر الشوق. بصراحه الحاجات بتاعت نجيب محفوظ انا ما كنتش قريتها. ديكشنري، اكتشفت زوجي في الاتوبيس، مش عارفه روايات عجيبه، قصص عجيبه. دي دي مديحه كامل. صغار، وقالت لي. لا يا جماعه بصوا، روايات تحفه بجد، انا بموت في القرايه، بحبها قوي. ده جزء بسيط من النوت بوكس. زي ما بقول لكم بجد كنت كل شويه اروح اجيب واحده. دي بتاعت 2021. معايا نوت بوك ل 2013 هوريها لكم دلوقتي. اهي يا جماعه بتاعت الاهرام. انا جدتي الله يرحمها كانت على طول بيجي لها الاجندات دي، فكنت اول ما اجي لها اجنده اقوم واخداها منها على طول. الروايه دي اسمها قمر، بتاعت بنت اسمها نور عزام. كانت حلوه جدا، انا فاكره ان انا قريتها وكانت عجباني قوي. الروايه دي كانت اسمها احببتك اكتر مما ينبغي، كانت حلوه قوي. ضايقتها قوي ان انا مش عارفه مين فيهم اللي مقلد التاني، بس دي اسمها الحب فوق سطح مرمره. حد فيهم مقلد تاني؟ بصوا بجد مفيش اي اسمها الحب فوق سطح مرمره. حد فيهم مقلد تاني؟ بصوا بجد مفيش اي كرياتيفيتي. كنت متضايقه قوي وانا صغيره ان ليه حد مقلد التاني كده، بس دي كانت هي اللي حلوه قوي. انا دي مش فاكراها قوي بصراحه. بصوا بقى، دي احلى حاجه في ذكرياتي كلها. دي ذا انت اند ذا بلدوزر. دي اي حد كان في مدرسه لانجوج، انا بقى مش فاكره. بصوا انا كاتبه 1 وكاتبه 3. انا ما اعرفش انا كنت كده في جريد 1 ولا كنت في جريد 3، في اولى ابتدائي ولا في ثالثه ابتدائي، فمش عارفه. فانتوا يعني اللي عارف فيكم يا ريت يكتب لي. انا كنت بحبها حب يا جماعه. الستوري دي خطيره. النوت بوكس اللي انا هاخدهم معايا البيت، علشان دول اللي انا كاتبه فيهم روايات وكاتبه فيهم حاجات كتير قوي. كنت بحب اكتب بقى المذكرات بتاعتي وانا صغيره فيعني ليهم ذكريات كتير قوي عندي بصراحه. وده كان جزء من ذكرياتي في بيت ماما. يعني يا ريت بقى لو عندكم اي اسئله تخص الكتب، عايزني ارشح لكم كتاب، ارشح لكم حد بيكتب حلو، اي حاجه عن اي حاجه من الحاجات دي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. اوعوا تتكسفوا. عايزني ارشح لكم كتاب، ارشح لكم حد بيكتب حلو، اي حاجه عن اي حاجه من الحاجات دي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. اوعوا تتكسفوا.